أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلامة يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. طبعا انا لسه بصور الحلقة ديت في رابع ايام العيد، يعني انا هصورها النهاردة وان شاء الله تنزل النهاردة، عشان لو الاسعار اختلفت فيما بعد فهي الاسعار على حسب ما انا لقيتها في وقت تصوير الحلقة. تمام. خلونا بس قبل ما نبدأ كده ونصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. العملات اللي معانا النهارده يا جماعه، عمله ال20 جنيه اللي هي البلاستيك زي ما الناس بتقول عليها، بس هي مصنوعه من البوليمر. تمام. الناس اللي بتتكلم عليها وان هي لسه نازله يوم، اللهم صل بينا على النبي، لسه نازله يوم 20/6. تمام. وبدأت تتباع على المواقع، واتفرج يا باشا كده على الصور ديت. الراجل شايف اللي تحت كده ايتم لوكيشن، مكان البيع، المكان اللي هتخرج منه العملة وتشحن ايا كان المشتري على الايباي. بيبيع ال5 ورقات. شوف عاملة ازاي الرقم اللي قدامك ده ب10 دولار، انت متخيل؟ لسه العملة نازلة. تمام. انا بقى مش جاي لك عشان خاطر ال20 جنيه بس البوليمر واعرفك ان الاصدارات بتاعتها وكده. انا جاي اعرفك ال10 جنيه بتاعي طارق حسن عامر، اللي كل الناس قعدت اتحايل عليهم في فيديوهات قبل كده على القنوات القديمة ان هما يخلي معاهم الاصدارات القديمة الاولية، لان ده اول محافظ اتعمل في عهده الفلوس البوليمر عامة. تمام. وكان بدايتها ال10 جنيه. تمام. فدي ليها سعر على فكرة، ولسه سعرها يغلى قدامه بكرة. تشوفوا وتعرفوا ان انا بكلمكم في الصح. انا مش بقول لك حاجة كتيرة، انا بقول لك انت لقيت حاجات اصدارات اولى، وهقول لك ازاي تعرفها دلوقتي. تقوم جاي محوشها عينها على جنب، ليها عوزة اكيد. اصل ال10 جنيه مش هتفرق حاجة لو انت عينتها على جنب، مش هتفرق اي حاجة. تمام. بس عشان تبقى عارف قيمة الحاجة اللي معاك، ان طارق حسن عامر ده اول محافظ يوقع على العملة البلاستيك في مصر عموما. يعني احنا دلوقتي كلنا بنسمع جنيه الجمالين، جنيه الجمالين ونص، مش عارف مليون جنيه ولا مليون ونص جنيه. ما هو عشان ده كان اول برضو جنيه ورق يتعمل في مصر، انت فاهم الفكرة؟ دي كانت برضو اول عملة بلاستيك تتعمل في مصر، ومين اللي مضى عليها وايه الاصدارات الاولى منها. انت فهمت الفكرة؟ هي القيمة جاية من هنا. تمام. خلونا زي ما احنا بنقول دايما نصلي برضو على سيدنا النبي محمد تاني. وتكون اول 10 جنيه معانا النهاردة، ال10 جنيه اللي هي البوليمر، طبعا اصدار 2022، وانتهى الاصدار بتاعها في سنة 2023. تمام. معمولة طبعا من مادة البوليمر، بس توقيع طارق حسن عامر. ركزوا جدا ان التوقيع زي ما انا قلت لكم طارق حسن عامر ده مهم جدا، لان ده اول محافظ اتنشأت في عهده العملة البلاستيك في مصر. تمام. يعني انت دايما تسمع جنيه ابو جمالين، لا، دلوقتي دي عملة مثلا بلاستيك، أول عملة تم إنشائها في مصر. فمين طبعا المحافظ اللي كان ماضي عليها؟ مصري، طارق حسن عامر. فبالتالي اللهم صل بينا على النبي، طارق حسن عامر دوت يعتبر يعني توقيعه غالي جدا، غالي جدا كمان، ومش أي إصدار. يعني انت ما تجيبليش مقاصات طبعا منها بتاع 10 مليون ولا 20 مليون ورقة. انت فاهم الفكرة؟ فال10 ولا 20 مليون هيبقوا كلهم غاليين؟ لا طبعا، مش اكيد، مش كلهم غاليين. الاصدارات الاولى، شفت انت الحرف اللي هو مكتوب عنده الدي؟ تمام. يعني دي مثلا ويتكتب جنبيه رقم، انت فاهم الفكرة؟ دي ويتكتب جنبيه رقم، هو دي الفكرة بقى من هنا. الدي ديت الرقم كل ما يكون قليل كل ما ده من الاصدارات الاولى. الدي قصدي او الدال، انا اسف يعني، عشان انا بس ايه فاهم، بجيب من على موقع اجنبي فهو ملخبط بس في الدي والدال. الدال ديت 5، فاهم؟ كل ما الرقم ده بيقل كل ما الحرف بيقل. فهي الفكرة ان كل ما الحرف هيقل معاك والرقم بيقل معاك، دي انت عارف اللي هي الاصدارات الاولى هتبقى بالفلوس الكتير. تمام. يعني مثلا عندك سعر الانصر اللي هي دال 5 ديت الصورة اللي قدامك دي، لو ركزت جنب سريع النمبر هتلاقي الحرف الدال وجنبيه رقم 5. سعر الانسر بتاعها ب320 جنيه بواقع 10 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب140 جنيه بواقع 4.5 دولار. لكن بقى مثلا خش على 10 جنيه اللي بعديها اصدار 23 عادي، اللي هي برضو بوليمر وكل حاجة، بس توقيع مين؟ حسن عبد الله المحافظ الجديد، اللي اتنشأت في عهده ايه ال20 جنيه اللي انا قلت لكم الناس لسه بتبيعها، لسه نازلة ولسه بتبيعها. فاهمين قصدي؟ لان هم بيلحقوا يلموا الاصدارات الاولى. مثلا اسم مثلا ال10 جنيه البوليمر ديت توقيع حسن عبد الله، سعر الانسر بتاعها كام؟ تخيل، ب95 جنيه بس بواقع 3 دولار. وعشان برضه هو تاني محافظ يمضي على العملة. هتقول لي هو احنا نفضل بقى ماشيين تاني محافظ تالت محافظ؟ لا، هي الفكرة دلوقتي هنا ان هم بياخدوا الاصدارات الاولى بتاع كل محافظ. انت فاهم؟ لان ممكن المحافظ ده مثلا يجي يقعد مثلا ما يكملش 3 شهور، بعد مثلا ما وقع على كام، مثلا يعني التوقيع بتاعه نزل على كام عملة اصدرت مثلا في ال3 شهور بتوعه. انت فهمت الفكرة؟ فهو مثلا وقع 3 شهور في ال3 شهور دول بس،
فاكيد العملة دي نادرة جدا، الراجل ما كملش 3 شهور واسمه موجود ومذكور. انت فهمت بقى الفكرة ماشية ازاي في العملات الورق بالذات، مش زي عملات اللي هي المعدن اللي بنحددها عن طريق كمية السك بتاعتها والمادة بتاعتها ومش عارف ايه والكلام كتير زي ما انتوا فاهمين ده. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن العملات الورقية اللي هي قصدي كمان العملات البلاستيكية اللي هي مفيش الا اتنين منها، العشرين والعشرة. تمام. سعر الحالة الجيدة لتوقيع حسن عبد الله في ال10 جنيه مش موجود، يعني ملهوش سعر، هم عايزينها انصر بس. نخش بقى على العملة بقى بتاعت ال20 جنيه. زي ما انا وريت لكم الصور والناس لسه العملة نازلة وبتبيعها من مصر. فهي لو والله لو انا هدور لو عرفت ازاي بيبيعوا من مصر ويشحنوا ازاي العملة، قسما بالله تبقى فتحة خير علينا كلنا. انا ذات نفسي اول واحد ابيع للاجانب، يعني انا محوش عملات كتير نادرة جدا او بوريها لكم، بس انا مش عايز ابيع لمصريين، انا هبيع لبره ناس فعلا بتقدر قيمة الحاجة. تمام. ال20 جنيه بوليمر ده اصدار يوم 20/6/2023. وطبعا زي ما انا قلت لكم كل ما الحرف بيقل والرقم اللي جنب الحرف بيقل ده الاصدار، فاهم؟ يعني الاصدارات الاوائل دي مهمة جدا. تمام. توقيع حسن عبد الله ده اول محافظ اتنشأت في عهده. ال20 جنيه البلاستيك هتفرق جدا، هو العملات البلاستيكية موجودة. تمام. ولذلك هتلاقي سعر الانسر ب310 وبواقع $10 لكل 5 قطع. كل 5 قطع يعني كل مثلا نقول 100 جنيه ب10 $. يا بلاش، حرفيا يا بلاش. كل 100 جنيه مقابلها بكسب عليها 210 جنيه، يا بلاش. وده كمان لسه العملة نازلة، احنا لسه النهاردة 30/6 ولا يوم 1/7، انا مش عارف التاريخ. احنا كده النهاردة يوم 1/7، انا فتحت التليفون اهو. النهاردة احنا لسه يوم 1/7، انت فاهم الفكرة؟ يعني ما كملتش 11 يوم ووصلت للرقم ده. فاكيد يعني الناس دي مش اغبياء، الناس اللي بتشتري بره برضو مش اغبياء، هم عارفين بيشتروا ايه. بيشتروا الاصدارات الاولى اللي انا عمال اقول لك عليها، دي اهم حاجه. شفت كميات السك في العملات المعدنيه دي اهم حاجه هنا. تمام. وبس هو الفيديو انا حبيته بس كده احاول على قد ما اقدر ان انا اخليه صغير يعني، بس عشان افهمكم واقول لكم ان الناس ما تخشش تستريق عليا تقول لي 10 جنيه 20 جنيه. اديني جبت لك بالصور من الاي باي، الناس فعلا بتبيع من على الاي باي. والايتم لوكيشن قدامك اهو، انا عامل لك عليه علامه بالاحمر اهوت. الايتم لوكيشن مصر، يعني مكان الايتم او المنتج دوت، المكان بتاعه الراجل اللي بيبيع في مصر. اوكي، عشان بس ما تقولش انا ما بجيبش حاجه من عندي. تمام. بس واهم حاجه لو الفيديو عجبك، اهم حاجه بس ايه، تشترك معايا في القناه عشان نكبر كده ونوصل. انا نفسي عايز اوصل ل20,000 زي قناتي القديمه خالص. يلا يعني ربنا ايه يعوضني بالقناه ديت. وعايزكم بس ايه تكتبوا لي برضو تعليق حلو، او حد عايز يستفسر عن عمله او اي حاجه. واماكن البيع على فكره انا جبتها وهنزلها لكم في وصف كل الفيديوهات. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.